في إطار بحثهم عن بيئة خصبة للابتكار، اتجه القائمون على تحدي 22 إلى جامعة زايد في دبي، وهي مؤسسة علمية عصرية تمتلك نموذجا عالميا للتعليم العالي وحاضنة للمبدعين في شتى المجالات. جامعة زايد يعني يمكن هذه مثل ما تفضلت ان هذه ثاني سنة لهم. كانوا مميزين من السنة الأولى الصراحة، وهاي اللي دفعنا ان احنا نكمل شراكتنا معاهم، وحتى وصممهم داعمين للفكرة بشكل مطلق. حصلنا حتى كان في إعلان كبير للتحدي 22 قبل حضورنا لورشة العمل هذه. مسابقة التحدي تمثل فرصة قيمة للطلبة والطالبات لتوسيع آفاقهم في تطبيق العلوم والتكنولوجيا وتحسين كفاءة التعليم، وتشجيعهم ليكونوا رواد أعمال قادرين على تحويل أحلامهم إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة. تجربة يعني جيدة لهم، وتجربة يعني تجربة أفكارهم الإبداعية. فالطريقة بعد شرحوها الإخوان جدا جيدة، أنه الأفكار في البداية أفكار يعني أولية تكون، وإذا اللجنة المشرفة على التحدي شافت أن أفكار يعني فيها إمكانية للتطوير، ممكن عندهم فرصة لتطويرها لاحقا. خلال السيشن كانت تنطرح عدة محاور، وهالشيء خلاني أفكر أو ألهمتني أن نخترع مثلا في مجال السياحة أو الإنترنت أبليكيشن ولا شيء يرشد الناس، يرشد السياح اللي بيون للأماكن أو الأماكن السياحية أو المطاعم، الأشياء العامة اللي تكون في مثلا في قطر. الهدف الأسمى لبرنامج تحدي 22 هو المساهمة في مواجهة تحديات العالم العربي، ما يجعل النجاحات التي تشهدها المبادرة من جولة لأخرى تساهم في تطلع عدد من الدول العربية في احتضان هذا المشروع. بهذا اختتم فريق عمل تحدي 22 جولتها التعريفية في دولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة زايد التي احتضنت هذا المشروع للمرة الثانية على التوالي. جاسم حسين، موفد قنوات الكاس، دبي.